اقول لك على قائمه نادي الاهلي الاولانيه. النادي الاهلي عمل قائمه اولانيه للموسم 2026 2027. القائمه الاولانيه اللي فيها هيبقى فيها المحترفين المهاجمين اللي هو جابهم 3 لعيبه خط مهاجمين ولاعب وخط وسط بس. اما في القائمه الثانيه هيجيب لاعب خط وسط تاني وهيجيب مدافعين بس دول هيتحطوا في القائمه الثانيه. هقول لك على القائمه الاولانيه للنادي الاهلي. القائمه الاولانيه بتشمل 4 حراس مرمى. هو حاليا دلوقتي الاهلي فيه 5 حراس مرمى اللي هو مصطفى شوبير ومحمد الشناوي ومصطفى مخلوف وحمزه علاء وحمزه علاء ومحمد سيح. فدلوقتي لو مصطفى شوبير جاله عروض لو احترف بره طبعا لازم يجي له رقم كبير، هيفضلوا 4 زي ما هم، ومصطفى شوبير هيحترف. اما لو مصطفى شوبير ما احترفش هيبقى حمزه علاء هو اللي هيطلعوه اعاره. دول بالنسبه للقائمه الاولى. الاهلي حاطط القائمه الاولى، حاطط ال5 حراس دول في القائمه الاولى تحسبا برضو مصطفى شوبير يمشي او حمزه علاء يطلعوه اعاره. الاهلي حط القائمه الاولى في المدافعين. هقول لك المدافعين اللي في القائمه الاولى. عندك في القائمه الاولى ياسين مرعي وهادي رياض وعمرو الجزار وياسر ابراهيم ويوسف بالعمري ومحمد هاني وابراهيم الاسيوطي وكريم الدبيس. دول بالنسبه للنادي الاهلي دي القائمه المدافعين في النادي الاهلي القائمه الاولى. في لعيبه ثانيه يا جماعه عشان ما تسالش على اللعيبه ثانيه، لا في لعيبه ثانيه بس هتبقى في القائمه الثانيه، وفي لعيبه هتروح اعارات، في لعيبه كمان هتتباع بنهايه. هندخل على خط الوسط ودي اللي كتير كمان. خط الوسط يبقى مروان عطيه وامام عاشور ومحمد علي بن رمضان واحمد رضا وعلي محمود اللي لسه جاي من انبي واحمد نبيل كوكا واشرف بن شرقي وحسين الشحات واحمد سيد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله. دول بالنسبه لخط الوسط. اما اي لاعب تاني يفكرك دلوقتي لسه امره لسه ما انتهاش بالنسبه للاهلي، لا يطلع اعاره لا يبيع نهائي او يفضل، وزي ما قلت لك دول هيتحطوا في القائمه الثانيه. هندخل على المهاجمين اللي في قائمه نادي الاهلي الاولانيه. اقطاي عبد الله اللي جاي من انبي ومنصف بقرار وسفيان بن جديد. دول بالنسبه لقائمه نادي الاهلي الاولانيه. وفي لعيبه طبعا خلاص دول رحلوا. هقول لك على اللعيبه اللي رحلوا رسميا عن النادي الاهلي. طبعا اللي معروف تريزيجيه راح الرياض السعودي، والد يانج راح لفالنسيا الاسباني. وطبعا في لعيبه طبعا تحت التقييم زي عمر سيد معوض وسمير محمد. دول تحت التقييم لسه المدرب حسين العمودي لسه ده اللي هيقرر فيهم. وفي لعيبه طبعا برضه 90% هيمشوا اللي هو محمد شريف وجريديشار، الاثنين مهاجمين. فالاهلي هيضطر يستغنى عنهم علشان طبعا يفضوا مكان للمهاجمين اللي هم جابوهم اللي هو قطاي ومنصف وسفيان. طبعا لازم يفضلوا مكان. وطبعا عشان المحترفين طبعا لكل نادي ليه عدد محترفين في القائمه الكامله. القائمه كلها مش القائمه الاولى ولا الثانيه، القائمه كلها لازم يبقى فيها عدد. وفي لعيبه كتيره برضو. في لعيبه برضو لسه احنا اتكلمنا قلنا جراديشار وقلنا محمد شريف خلاص بيدور على عرض او هو جاي له عروض بس هو بيختار العرض اللي فيه عشان مش هيكمل في نادي الاهلي طبعا بسبب قلت لكم المهاجمين الجداد. وجراديشار نفس القصه. وفي عروض جايه له من سيراميكا والمصري وزد كمان. طبعا جراديشار لعيب انا شايفه لعيب كبير بس ما خدش فرصته في نادي الاهلي. وطبعا عندك برضو احمد عيد الاهلي خلاص هينهي تعاقده، هيبيعوا بيع النهائي خلاص عشان هو قعد 6 شهور في نادي الاهلي ما طبعا اصابات كتيره. فالاهلي او ما لعبش كمان ما خدش فرصه. فالاهلي خلاص هيبيعوا بيع نهائي. اما بالنسبه لمحمد شكري وكريم فؤاد ومصطفى العش وطبعا دوم محمد قفشه دوم برضو هيتباعوا. في اللي هيتباع وفي منه اللي هيطلع اعاره. فدوم اغلبيه اللعيبه دوم مش هيبقوا موجودين مع نادي الاهلي الموسم 2026 2027. اما بالنسبه لاشرف داري اللي رجع من الاعاره كان في فريق كالمار السويدي، ده هيفضل على ذمه نادي الاهلي لغايه لما الاهلي يتخلص منه. الاهلي كده عايز يتخلص منه عشان برضه يفضي مكان للمدافعين الجداد اللي النادي الاهلي هيجيبهم. قلت لك على القايمه. وطبعا مروان عثمان واحمد رمضان بيكام خلاص راحوا لسيراميكا، كانوا اعاره من سيراميكا للنادي الاهلي خلاص الاعاره بتاعتهم فالاهلي رجعتهم تاني. فدوم بالنسبه للقائمه الاولى النادي الاهلي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وفعل الجرس ليوصلك كل جديد.